أهلا بيكم يا جماعة في شرح جديد ومهم قوي في رحلتنا مع اللغة الألمانية. النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يكون بيلخبط ناس كتير، بس هو أساسي جدا في الكلام اليومي، وهو الجمل الشرطية أو زي ما الألمان بيقولوا عليها conditional Sätze. وقبل ما ندخل في التفاصيل والقواعد خلونا نبدأ بسؤال صغير. لو عايزين نقول جملة بسيطة بنستخدمها كل يوم زي لو الجو مطر هنروح السينما، يا ترى تتقال ازاي بالألماني؟ ممكن دلوقتي تبان صعبة شوية، بس صدقوني على آخر الشرح ده هتقولوها بكل سهولة. تمام، يلا بينا نبدأ ونخش في الموضوع على طول. هنبدأ بالأساسيات خالص. يعني إيه أصلاً جملة شرطية؟ الموضوع أبسط مما تتخيله. الجملة الشرطية أو الكونديشنال زيتس هي ببساطة جملة فيها جزئين، جزء هو الشرط والجزء التاني هو النتيجة. يعني النتيجة دي مرتبطة بالشرط ومش هتحصل إلا لو الشرط ده اتحقق الأول. بصوا على المثال ده وهتفهموا قصدي على طول. Wir können nicht kochen, wenn wir nicht einkaufen gehen. يعني مش هنعرف نطبخ لو منزلناش نشتري الطلبات. الشرط هنا هو إيه؟ لو منزلناش نشتري الطلبات، والنتيجة مش هنعرف نطبخ. بسيطة خالص. وخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا هنا. في الجملة اللي فيها فين، الفعل اللي هو جين جه في الآخر خالص. دي قاعدة أساسية في الجمل الثانوية في الألماني وهتفضل معانا على طول. طيب، إزاي بقى نعمل الجمل دي بالألماني؟ محتاجين شوية أدوات كده بنسميها أدوات الشرط أو الكونجنكشنز، وخلينا نشوف إيه هي الأدوات دي. عندنا 3 أدوات أساسية بنستخدمها: wenn وفالز وسوفيرن. زي ما انتم شايفين في الجدول، التلاتة معناهم قريب قوي من بعض، بمعنى لو أو إذا، بس في فروقات بسيطة. when دي أشهر واحدة وهتسمعوها وتستخدموها طول الوقت. فالز بتدي معنى أقرب في حالة إن، يعني تحسباً لحاجة. أما سوفيرن فدي رسمية أكتر وبتدي معنى بشرط إن. ناخد مثال على أشهر أداة اللي هي wenn. الجملة بتقول wenn wir Zeit haben besuchen wir euch، يعني لو عندنا وقت هنزوركم. الشرط هو لو عندنا وقت، والنتيجة هنيجي نزوركم. بس لحظة واحدة، لاحظتوا حاجة غريبة هنا؟ الجملة التانية بدأت بالفعل besuchen على طول. هنتكلم في النقطة دي كمان شوية بالتفصيل لأنها أهم حتة في الدرس كله. طيب وفالز؟ بص المثال ده. Wir nehmen einen Schirm mit, falls es regnet. معناها هناخد معانا شمسية في حالة إنها مطرت، يعني تحسباً احتياطي كده. شايفين الفرق البسيط في المعنى؟ ونيجي لآخر أداة معانا وهي سوفيرن. المثال بيقول Ich fahre mit dem Fahrrad sofern es nicht regnet. يعني أنا هركب العجلة بشرط إنها ما تمطرش. شايفين إزاي المعنى فيه تأكيد أكتر على الشرط؟ تحس إنها رسمية وشيك شوية في الكلام. جينا بقى لأهم جزء في الدرس كله، الحتة اللي بتلخبط ناس كتير في الأول، وبصراحة كانت بتلخبطني أنا شخصياً زمان، وهي ترتيب الكلمات لما بنشقلب الجملة. ركزوا معايا قوي في الجزء اللي جاي ده. القاعدة بتقول إننا ممكن نبدأ بجملة الشرط نفسها اللي هي when أو false بدل ما نبدأ بجملة النتيجة. يعني عندك حرية تبدأ بالجملة دي أو دي. بصوا بقى على السلايد ده عشان ده خلاصة الموضوع كله. الترتيب الأول هو الترتيب العادي، جملة النتيجة الأول ich kann nicht kochen وبعدها جملة الشرط wenn ich nicht einkaufen gehe، سهل ومباشر. لكن بصوا على الترتيب التاني، لما بدأنا بالشرط wenn ich nicht einkaufen gehe، اللي حصل في الجملة اللي بعدها بدأنا بالفعل على طول kann ich nicht kochen. ودي هي القاعدة الذهبية، لما تبدأ جملتك بجملة الشرط الجملة اللي بعدها لازم تبدأ بالفعل بتاعها. كأن جملة الشرط الطويلة دي كلها خدت المكان الأول، فالفعل نط على طول عشان ياخد المكان التاني. فاكرين السؤال اللي سألته في أول الشرح، إزاي نقول لو الجو مطر هنروح السينما؟ أهي الإجابة قدامكم دلوقتي. wenn es regnet gehen wir ins Kino. بدأنا بالشرط wenn es regnet، يبقى لازم الجملة اللي بعدها تبدأ بالفعل اللي هو هنا gehen. مبروك، انتوا كده فهمتوا أصعب وأهم حتة في الجمل الشرطية. وعشان المعلومة تثبت أكتر بصوا بسرعة على الأمثلة دي، كلهم ماشيين على نفس القاعدة بالظبط. المثال الأول بدأنا بفالس فالتانية بدأت بالفعل gain، التاني بدأنا بفان فالتانية بدأت بالفعل comed، وآخر واحد بدأنا بفالس فالجملة اللي بعدها بدأت بالفعل const. شفتوا إزاي القاعدة ثابتة وما بتتغيرش؟ خلاص الموضوع بقى سهل أهو. خلاص احنا كده تقريبا خلصنا. عشان نلم كل اللي قلناه ده، تعالوا نلخص أهم النقط في كلمتين عشان المعلومة تثبت في دماغنا. الخلاصة يا جماعة في 3 نقط بسيطة قوي. أولاً، افتكروا دايماً إن الجملة الشرطية دي عبارة عن شرط ونتيجة. تانياً، عشان تعمل الشرط ده استخدم أداة من ال3 wenn falls أو ذوفان. تالتاً، ودي أهم نقطة على الإطلاق، لو بدأت الجملة بتاعتك بالشرط يبقى لازم الجملة اللي بعدها تبدأ بالفعل على طول. احفظوا ال3 نقط دول وموضوع الجمل الشرطية ده هيبقى في جيبكم. وبس كده، ده كان شرح النهاردة.
يا رب يكون كان بسيط ومفيد وقدرت أوصل لكم المعلومة كويس. لو الشرح عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش بقى تدعمونا وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بننزله. دعمكم ده بيفرق معانا جدا وبيشجعنا نكمل. شكرا ليكم وأشوفكم في الشرح الجاي.